بشكل ممتاز، فيها ذكاء يا سمير، فيها لمحة الهداف يا سمير، رفع الكرة على اللاعب هنا أناس سنيتي. فعلا هدف رائع لنادي الرجاء. هذا هو اللاعب ياسين الصالحي، حضر كرة لسمير ماركويت، أول هدف لسمير. من خلال هذا الشوط الثاني كرة عالية بالراس والهدف ياتي. نعم لطرق أبواب لمس. شوط ثاني مختلف لنادي الرجاء. رجائي كاسابلانكا براس المدافر على ما كانت عليها. عبرنا الحصيلة التهديفية 4 أهداف وبعد الفرص المهمة كرة رشاوية تسديدة الذي يسجل الهدف الثالث. هي رسالة ما بعد رسالة، رقم 3 للمرحوم محمد مرهون، اللاعب الذي غادر الانفراد المغرب التطواني وقاده للتتويج بلقبين لاعب الدولي السابق في المنتخب الوطني. الرسالة أكيد فيها عديد قلت التعابير وعديد الإشارات بعد الهدف الثالث الذي سجله الرجاء، وهي لمسة. شوف اللمسة وشوف التمريرة وشوف كيف تمكن من تسجيلها بلمسة الكبار، استلام دوران ثم هدف. على حق محسن المتولي اللاعب سيريديا يحاول سيريديا يمرر سونغو هدف. سونغو بطريقة لاعبي الكبار يضيف هدف ثاني. بطريقة لاعبي الكبار سونغو يضيف هدف ثاني. ربح كبير لفريق الرجاء هذا اللاعب. وإلا بغينا نقولوا بلغة الكرة في الخدمة كانت اللاعب سيريديا. الرجاء في خط الوسط عبر زكريا الوردي يفسح المجال، تظهر المساحات من الجهه اليمنى لدفاع يوسفية برشيد. محمود بن حليب للامام نحو عبد الاله حفيظي لسبول الكره عرضيه من سبول جراحيمي ويوعي سعيد بفلتة كبدي الذي يسجل الهدف في البطولة الوطنية. حسين الشقيق الأصغر يتولى المهام بدلا عن شقيقه الذي غادر إلى دولة الإمارات. حسين رحيمي يوثق اسمه كهداف أول للبطولة الوطنية بنوريس سعيد وأبو شروان وباقي الجهاز الفني بهذا الهدف الأول في المباراة. حسين الرحيمي. تواصل وقف المحاولات ديال فريق الرجاء بإبعاد الكرة على البحث الراسية. جول وصابونة يمنح الرجاء الهدف الثاني بعد ما كان خير موفق في 4 ديال الكرات مشات جانبا من خلال كرات راسية. يعود في حدود دقيقة 70 ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني. إذا في الوقت اللي كان غيكون هناك التغيير بدخول حمزة بورسوق وخروج وصابونة، أكيد اللاعب يوجه هدف جميل والصورة أجمل في المدرجات الآن. هدف جميل من وصابونة الحوامة التي تمنح الهدف الثاني. وليد صبار لما تبحث على اقرب لاعب. هناك الحافظي كره عند اللاعب مومي ياش العمال غيسدد. هدف زاويه صعبه لإله مومي لاعب المنتخب ديال افريقيا الوسطى. لا احد كان تيظن بان في ديك الوضعيه غادي يسدد وغادي يهزم الحارس علي القروني. هدف أراح كثيرا محمد فخير وايضا جمهور فريق الرجاء. غادي نتابعها بالعرض البطيء. هذا الشادلي اللي اتجه نحو انصار فريق الرجاء. لاحظوا الحافظي كيفاش مرر في اتجاه لاعب مومي يسدد في زاويه صعبه وتسجل الهدف
لاعب منتخب افريقيا الوسطى. اول ظهور ديالو، اول هدف ديالو، وغادي يكون هدف ثمين بالنسبه لفريق الرجاء في هذه المواجهه مع فريق النادي القنيطري. نظر الى التقارب الكبير في المستوى بين الطرفين، وان كان النهضه البركانيه يركز مجهوداته اكثر على المسابقه الافريقيه لان المسار ممتاز للبريكنا السياده الشرق في هذه المسابقه. جول عالمي سيف الدين العالمي، عالمي هدف من اروع ما يكون على الطاير. يفاجئ ياسين الحواصي، هذا هو الرجاء البيضاوي يضرب بقوه في الدقائق الاولى مشاهدينا الكرام بهدف، ولا احلى بهدف ولا اجمل. نعم انت العالمي الرياضي. هذه الاعاده مره اخرى، هنا التسديده على الطاير حتى باليمنى هنا في مرمى الحسيميه. هذه الصوره لاحلى لقطه، سيف الدين العالمي اخطفها على الطاير. انت العالمي سيف الدين العالمي اذا يمنح الافضليه للكتيبه الرجاويه في بدايه مسار البطوله الوطنيه. يتابع بعيني الحواصلي، يراقبه ويتابع الشباك تاتز. نعم 1-0 رفقة كبار ورفقة فريق الأول طريقة جميلة ثنائية، واخترق وحافظ على كورته وثق نفسه وسدد بالرجل اليسرى في الشباك. تغيرت الأمور بسرعة بعد رساء، والرجاء يتقدم في النتيجة بهدفين مقابل لا شيء، ويتقدم نحو انتصار بعد هذا الهدف في انتظار ردة فعل الماس والمغرب الفاسي. بن حليب يسجل ثاني الأهداف. إذن لاعبين عديدين اللي مروا في تاريخ الرجاء دخلوا وسجلوا اهداف. اتذكر منهم الجناني وقائمه طويله اليوم.